ندد حزب الائتلاف الكناري ببدء المحادثات بين حكومة سانشيز والمغرب حول تسليم تسيير أجواء الصحراء الغربية للمغرب الدولة المحتلة للإقليم. جاء ذلك في تجمع انتخابي للحزب بالجزر الكنارية. وقال الحزب أن الحديث عن تسليم إدارة الأجواء الصحراوية للمغرب هو أمر خطير للغاية، وأضاف أن إسبانيا مسؤولة عن لعب دور إيجابي، وأن ذلك لن يكون باتخاذ قرارات وفتح محادثات مشبوهة ضد الشرعية الدولية. الحزب قال أن الأمر خطير جدا ويضعف من تأثير إسبانيا في نزاع الصحراء الغربية لصالح دولة الاحتلال، وأن هذا الأمر خطير جدا أيضا على المياه والأجواء الإقليمية لكناريا نفسها، قائلين أن الشعب الصحراوي شعب شقيق، وأن الدولة الصحراوية هي الدولة الجار. ودعا الحزب في التجمع الذي خصص للنساء، وكانت النساء الصحراويات ضيف شرف للقاء التواصلي، دعا إلى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال. ووعدت التشكيلة السياسية التي اختيرت لخوض الانتخابات الجهوية والعامة باسم ائتلاف كناريا بمواصلة المرافعة عن قضية الشعب الصحراوي العادلة والتنديد بكل الخطوات السلبية للحكومة الإسبانية، ودعم جهود الشركاء الإسبان التي من شأنها مرافقة الشرعية الدولية والقانون الدولي، والتي تدفع باتجاه لعب إسبانيا لدورها الصحيح تاريخيا وسياسيا، بعيدا عن خيانة الصحراويين واستغلال قضيتهم في المزايدات والابتزاز والمساومة، باعتبار أن استغلال قضية تصفية استعمار بتلك الطريقة أمر لن ينجح وسيكون فضيحة أخلاقية يسجلها التاريخ. عبد البات رشيد، إسبانيا.